النهاردة معانا منتج مشهور جدا في السوبر ماركت، جبنة رودس فيتا. طعمها قوي ومليانة نكهة، بس السؤال هل السعرات فيها قليلة ولا عالية؟ وازاي نستفيد منها من غير ما نبوظ الدايت؟ في الفيديو ده هنفصصها مع بعض بالأرقام وبالجرام وبالمعلقة، وهنشوف ازاي نستخدمها صح. لكل 100 جرام من جبنة رودس فيتا السعرات الحرارية 275 كالوري، المعادن 5 جرام، الكربوهيدرات 5 جرام، الدهون 26 جرام. طب للجرام الواحد السعرات 2.7 كالوري، المعادن 5 من 100 جرام، الكربوهيدرات 5 من 100 جرام، الدهون 26 من 100 جرام. المعلقة الصغيرة 13 جرام فيها 35 كالوري، 6 من 10 جرام معادن، 6 من 10 جرام كربوهيدرات، 3.4 جرام دهون. المعلقة الكبيرة وزنها 27 جرام فيها 74 كالوري، 1.3 جرام معادن، 1.3 جرام كربوهيدرات، 7.2 جرام دهون. معلقة الجبنة الصغيرة زي اللي بنحطها في سندوتش صغير من الجبنة، والمعلقة الكبيرة زي رشة جبنة على طبق سلطة. لو هنستخدمها كفطار يبقى ربع رغيف زائد معلقة كبيرة من الجبنة رودس جبنة فيتا، 74 كالوري من الجبنة بس. طب لو في الغدا سلطة بخيار وطماطم وزيتون زائد معلقتين كبار جبنة فيتا. طب لو عشاء سندوتش صغير بجبنة فيتا خفيفة. مناسبة للناس اللي ماشيين على نظام الكيتو، اللي محتاجين دهون عالية واللي بيحبوا الطعم القوي. طب مش مناسبة لمين؟ لمرضى الضغط اللي هو عشان فيها ملح عالي، واللي عندهم كوليسترول، اي حد مش بيعرف يتحكم في الكمية. ال100 جرام من جبنة رودس فيتا فيهم 5 جرام معادن، كالسيوم وصوديوم ومغنيسيوم وزنك. الصوديوم عالي جدا بيرفع ضغط الدم ويسبب عطش وتخزين مية. الكالسيوم مفيد جدا للعظام والأسنان. المغنيسيوم بيساعد على الاسترخاء. المهم الكمية أهم من النوع. المعلقة الصغيرة 35 كالوري بس. وزعها في الطبق بدل ما تركزها في ركن واحد. اخلطها مع جبنة قريش نفس الطعم بس سعرات أقل. نقلل الملح في باقي الأكل. نستخدم معلقة صغيرة بدل الكبيرة. ممكن ننقعها في مية قبل الأكل عشان تقلل الملح. حطها مع الخضار بدل السندوتشات الكبيرة. ما نكررهاش في الفطار والعشاء مع بعض. الأفضل في الفطار أو الغدا مش قبل النوم. لو ماشي على 1500 كالوري لينا من 30 ل 50 جرام في اليوم كفاية، يعني معلقة إلى معلقة ونص كبيرة. لمرضى الضغط نقلل الكمية أو نغسلها قبل الأكل. لمرضى الكوليسترول نص معلقة كبيرة كفاية. الأطفال مناسبة لكن بكمية قليلة. الرياضيين تنفع بعد التمرين مع الخضار. ودي أفكار لوجبات باستخدام جبنة رودس فيتا. أول حاجة ممكن نحطها في سلطة يونانية. توست صحي نحط فيها جبنة رودس فيتا. بطاطس مشوية ونحط معاها رشة جبنة رودس فيتا، أو أومليت بالخضار ورشة جبنة رودس فيتا. نفتكر مع بعض ان ال100 جرام من الجبنة رودس فيتا 275 كالوري. طب الواحد جرام 2.7 كالوري. طب المعلقة الصغيرة 35 كالوري. المعلقة الكبيرة 74 كالوري. جبنة رودس فيتا طعمها مميز جدا. السر مش في النوع، السر في الكمية. لو عرفت تحسبها بالجرام او بالمعلقة هتاكلها وتستمتع من غير ما تبوظ الدايت. وزي ما شفنا مع شوية نصايح ذكية تقدر تخلي الجبنة دي اضافة لذيذة ومفيدة في يومك. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وخليكم متابعين معانا عشان الفيديوهات اللي جاية فيها معلومات اقوى واكلات ومنتجات مختلفة هتفيدكم جدا في حساب السعرات وتنظيم حياتكم الغذائية. استنونا. سلام.